ازيكم يا اصدقائي. بصراحة كده انا كنت محتار اعمل فيديو عن ايه النهاردة، وبعدها اخدت بالي ان احنا almost 500 سبسكرايبر في وقت لذيذ نوعا ما مقارنة باستمراريتي ونوع المحتوى اللي انا بقدمه. المهم اني قررت بالمناسبة اللطيفة دي اني انزل لكم باكج ترانزيشنز مكونة من 400 انتقالة تقريبا، ودي هتكون اكتر حاجة مفيدة للفيديو اديتورز اللي متابعين سلسلة المونتاج بتاعتنا من ساعة ما بدأت، وهتلاقوا اللينك بتاع الداونلود في الديسكريبشن بوكس تحت. ولحد دلوقتي دي تعتبر اكبر باكج ترانزيشن نزلتها على القناة من ساعتها ما بدأنا. وقبل ما نروح نشوف هنقدر نستخدمهم ازاي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان عددنا يكبر اكتر ونقدر ساعتها نقدم محتوى اكتر ويكون مفيد اكتر كمان. ويلا بينا نروح نشوف هنستخدم الترانزيشنز دي ازاي. وبعد ما ننزل الملف بتاعنا يا اصدقائي من اللينك اللي موجود في الديسكريبشن بوكس، هنلاقي الملف بتاعنا مضغوط زي كده. هنبتدي نفك الضغط بتاعه، نعمل اكستراكت هير، وبعد ما نفك الضغط نفتح الملف ونخش على الفايل بتاع ترانزيشن بريمير برو. بعد كده نيجي هنلاقي عندنا بروجكت، هنبتدي نفتح البروجكت ده، وبعدها هنلاقي البريمير بيطلب مننا ان احنا نعمل كونفرت للبروجكت اللي موجود عشان يبقى مواكب النسخة اللي احنا بنستخدمها. وده بيحصل في حالات لو احنا بنستخدم نسخ بريمير ما بعد 2018 تقريبا. طيب تمام، بعد كده هنعمل كنترول اس عشان نسيف، وهنلاقي البريمير عمل لنا النسخة الجديدة من البروجكت اللي هنشتغل منها بعد كده. وبعد ما عملنا الخطوة اللي فاتت كده احنا جاهزين ان احنا نبتدي نفتح البروجكت اللي فيه الترانزيشنز ونبتدي نستخدم منه. وعشان نبتدي نستخدم الترانزيشنز اللي عندنا ده بيبقى له طريقتين. اول طريقة هي ان احنا نسحب البروجكت اللي احنا لسه مسيفينه ونحطه في البروجكت ميديا. هنا هيظهر لنا الصفحة دي، هنبتدي نعمل علامة على اول اختيارين دول، بعد كده هندوس اوكي. كده الترانزيشنز هتظهر لنا هنا في البروجكت ميديا، المفروض بندوس عليها ونبتدي نشتغل عادي منها. يا اما نستخدم الطريقة التانية وهي ان احنا نفتح البروجكت من بره، وهنا البريمير اتعامل على طول وحطه لنا في تاب لوحده جنب البروجكت ميديا بتاعتنا. وقبل ما نبتدي نستخدم ترانزيشنز بتاعتنا لازم نعمل خطوة كمان. المفروض نروح على قائمة فايل وننزل على البروجكت سيتنج، بعد كده ندوس على جنرال ونتأكد من خانة الريندر ان الريندر تايب اللي موجود هو ال CUDA، وبعد كده ندوس اوكي. بعد كده هنروح على علامة النست دي وندوس عليها كده. المفروض بيظهر لنا هنا علامات بيبقى بالرقم التراكات اللي احنا شغالين بيها. لو في علامة هنا قصاد ال V1 دي ولونها ازرق بنبتدي ندوس عليها ونخليها مش موجودة. وبعد كده نبتدي نروح نختار الترانزيشنز اللي احنا عايزينها من الفايل بتاعنا. هتلاقي عندنا متقسم فولدرات زي ما انتوا شايفين كده. فلنعتبر مثلا انا هختار الفولدر بتاع زوم مثلا، ممكن ادوس على البكسليشن زوم. هنلاقي عندنا الترانزيشنز مرصوصة بالمنظر ده كده. هنا الترانزيشن دي عجباني فببتدي باجي اشوف مكان الكت اللي انا هشتغل عليه. نبتدي نشوف زي ما انتوا شايفين الترانزيشن اتطبقت. لو انا محتاج برضو اشوف ترانزيشن تانية ناخد الان العادية ونبتدي نشوف. زي ما انتوا شايفين الترانزيشن بتاعتنا اتطبقت، والكلام ده ينطبق على بقية الترانزيشنز اللي موجودة في الفايل. طيب مثلا لو انا شغال بماتيريال مقاسها مختلف عن مقاس الترانزيشنز بتاعتنا اعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح على قائمة سيكونس، بعد كده هتختار سيكونس سيتنج، بعد كده هتيجي على الفريم سايز هتشوف المقاس بتاعك عامل ازاي وتحفظ الرقم ده، وبعد كده بتدوس على اوكي. ونيجي للفايل بتاع الترانزيشنز اللي احنا بنشتغل منه، هندوس عليه كده ونيجي هنلاقي اول فايل فيه في الصفحة مكتوب اسمه change resolution. تفتحه ونختار الادجستمنت لاير وندوس كليك يمين عليه وندوس على sequence setting. هنغير الرقمين بتوع الفريم سايز على مقاس الماتيريال بتاعتنا، وبعد كده هنبتدي ندوس اوكي. وبس كده يا سيدي، لحد هنا ويكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو احتجتوا اي شيء اطلبوه مني في الكومنتات، ونتقابل في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.